عامله ازاي. ادي يا ستي كل البوكيه. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. تعالوا نعمل غدا النهارده مع بعض. عايزه اقول لكم الاكله دي انا ما عملتهاش معاكم ممكن بقالي سنتين في القناه، بس اكله حلوه قوي هنعملها بطريقه حلوه قوي. بس قبل ما نبدا الفيديو بقى ما تنسوش تصلوا على الرسول وحطوا لي لايك كومنت حلو منكم واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا مش عارفه الاكله دي ليه مهدور حقها وما بشوفش حد بقى بيعملها خالص، مش عارفه ليه، رغم ان هي حلوه قوي وحلوه للجو اللي احنا فيه ده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا بصلتين اقطعهم كده، ومعايا طماطميتين كله على بعض اهو تمام. نحط شويه ميه بس عشان الخلاط يشتغل. اعمل كده عايزين. بصوا هناخد 3 فصوص ثوم بس. طماطم مع البصل هنصفيها بقى. احنا عايزين بس الميه، شايفين الميه اهي. الطماطم بدل ما تضربي ده لوحده وده لوحده، اعملي الحركه دي على بعض كده على طول. كده حطينا ميه البصل اهي، شايفين، على الطماطميتين. ونحط فصين توم. الخطوات دي مهمه جدا تمام. يبقى بصلتين على حبايتين طماطم ونص معلقه توم، يعني ما يعادل 3 فصوص توم تمام. بصوا نحط صويا صوص، بهارات لحمه. واهم حاجه في الوصفه دي ان احنا ما بنكترش التوابل علشان الطعم. نحط توم باودر، يعني حطينا بهارات لحمه وشويه من الثوم البودر، فلفل اسود، فلفل اسود بقى شويه كتير اهو. ونحط ملح، علبه زبادي تمام. طبعا دي لسه في باقي خطوات بس مش دلوقتي. نقلب. طبعا هو ده اللون اللي انا كنت عايزاه من معلقه الصويا صوص. انا بشوف ناس بيحطوا خل، لا هي ليمونه مش خل، بيبقى التيست بتاعه احلى من الخل. نعمل كده، تروح من هنا نعصر ليمونه كامله اهي. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه. معايا هنا بقى قطعيه لحمه، ده عرق الفليتو تمام. بتبقى حلوه قوي في البفتيك، بس طبعا احنا لسه هندقها هنفردها، يعني هتيجي رقيقها لازم انت كمان تفرديها في البيت. هوريكم ازاي بقى دلوقتي. فتحنا الكيس كده من الجنب، ناخد حته واعملي كده لبره اهو. بصوا الحته بتكبر معاكم ازاي، بتتفرد ازاي اهو لبره. اهم حاجه ما تكونش معاكم تخينه، يعني بصوا دي كده اهي. شايفين الحته بتكبر ازاي لبره كده اهو. اهي معايا كوبايه لبن، عليها نص كوبايه سمنه، دي زبده صفرا بلدي تمام. معايا 3 بيضات، طبعا ده بيض بلدي
بصوا طبعا في الوقت ده انا مشغله الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. من كيكه شوكولاته من دريم. تمام، هننزل بقى بيها هنا نعمل حاجه حلوه كده جنب الغدا. طبعا مع مكنه القهوه دي اللي هنعمل كيكه يا سيدي. نضرب بس الاول بطيء، وبعد كده هنعلي السرعه لمده دقيقتين او 3 دقايق. كل حاجه طبعا مكتوبه على الكيك. وبندهن القالب دلوقتي زيت بالفرشه كده بحب شكله بصراحه. هنزل بقى بالكيك. بتاخد من 40 دقيقه ل 45 دقيقه. طبعا ما بتفتحيش عليها الفرن دلوقتي خالص عشان ما تبص منك. نزلها كده ده بقى في الفرن. كان عندي شوربه لحمه بس مش كتيره، هزودها بميه مغليه ونعمل شويه رز كده ايه من اللي قلبك يحبهم يا ست الكل. طبعا اهم حاجه في الرز الابيض المستكه وسواء كمان رز ابيض بشعريه. المستكه بتخلي الرز حلو قوي قوي قوي. دي طبعا جوزي جايبها لي من بره اصليه. ازاي بقى هتعرفي ازاي ان هي اصليه؟ اول ما بتنزل بتسيح، ما بيبقاش ليها اثر. بصوا لو عملت الاكل ولقيت المستكه دي زي ما هي، اعرفي ان هي مضروبه وما تسواش ربع جنيه. شايفين بدات تختفي اهي. انزل لكم بس بالكاميرا كده. بصوا تختفي. احط حبهان 2. احط ورق لورا قبل ما ننزل بالرز اهو. طبعا المستكه بتبقى حلوه جدا 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 في اي رز، حبايه وحبايه بالشعريه بتسيح كده. وعامه انا في اي رز انتوا عارفين انا بحط حبهان وبحط ورق لورا، يعني الحاجات دي عندي اساسيه. بقى الرز طبعا مغسول اهو اهو. عايزه تعمليه حبايه وحبايه براحتك، عايزه تعملي شويه مكرونه براحتك، بس انا بعمل لكم الاكله زي ما بتتقدم بالظبط في المطاعم. وبصراحه احنا بنحب الرز الابيض. نعمل كمان شويه سلطه كده خضراء بس بطريقه حلوه. بصوا يا سيدي، عايزه بقى جوزك يقعد يلهوي. حطينا شويه فلفل اسود بس هنشيل منهم وقعوا. عايزه بقى جوزك يقعد في البيت، تربطيه في البيت. اهتمي بالبيت ونظافتك. اكله حلوه. ظبطي البيت لما يكون نظيف كده وريحته حلوه. شغلي التكييف، شغلي لكم فيلم حلو. ها هتلاقي ايه؟ هتحس هيطلع بره مش هيبقى طايق نفسه، هيرجع البيت. بصي لو انت مهمله في بيتك والله العظيم مفيش اي راجل بيحب يقعد في بيت مش نظيف. خليكي مهتميه في البيت وبنظافتك. خدي شاور قبل ما تعملي الاكل. ابداي يومك كده بالشاور. صلي. تمام. خلي البيت نظيف، ما تخليش حواليكي حاجه، ما تحسسوش ان هو قاعد في مولد. انتوا فاهمين؟ يعني انا تلاقوني ماسكه المكنسه والجردل والشرشوبه، يعني استحاله ده جوزي ممكن يجي يقعد يلاقي البيت فيه حاجه. استحاله، تبقى معجزه كده. حط حته سمنه صفرا. السمنه اللي صفرا مش انتي اهو. طبعا في ناس صفرا احنا عارفينهم، بس يلا بيتهم متبهدل، ما عندهمش نظافه مثلا في طريقه التقديم حاجه. انا دايما جوزي يقول لي انا حاسس ان انا عايش في مطعم من طريقه تقديمي في الاكل. الحاجات مش بس ان انا بصور، الحاجات دي كده بتفرق على فكره. لما يروح بقى عند صاحبه ويلاقيه مثلا شكل الاكل مش لذيذ مش عاطفي، البيت متبهدل عند اي حد، يعرف قيمتك. فاهمين؟ ساعتها هيعرف قيمتك. نقلب كده هو بياخد تشويحه حتى عشان يبقى مفلفل معاكي. ننزل بايه بقى يا اختي؟ انا عندي شويه شوربه لحمه. تمام اهو وهكملهم بقى بميه مغليه. اوعي تحطي ميه من الحنفيه هتلاقي الرز معاكي ده عجينه اهو. بس كده هتكتفي الراجل وهيقعد لك في البيت.
عايزه بقى تزهقيه كرايه في عيشته، اقلب البيت بقى وشغلي الغساله واضربي العيال وهكذا. يعني احنا معانا كل الحلو. لو ما بتحبيش قعدته برضه في البيت هقول لك ازاي تطهقيه. ندوق بقى الملح. بصي، وعايز شويه ملح حلوين. نقلب. هنحط له الشياطه بس. عايزه اقول لكم ريحه الرز مع الكيكه، عايزه اقول لكم انا جوعت والله العظيم جوعت. شويه رز بقى، بصوا عسل 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 عسل. اهم حاجه المستكه زي ما قلت لكم اهو. انا عارفه ان القالب اكبر من الكيكه، وهي يعني بصوا ارتفاعها حلوه قوي اهي، مفيهاش اي حاجه، استوت. بصوا معايا دقيق. دلوقتي احنا هنعمل الكفر. تمام، حوالي نص معلقه بيكنج باودر. تمام، على الدقيق نحط معلقه نشا واحده. ليه بقى؟ هتستغربوا انتوا الطريقه شويه، بس عايزه اقول لكم اول حاجه هتكون يعني الطبقه من بره متماسكه من النشا، مش هتشرب زيت معانا، وهتبقى فيها سنه قرمشه، ومن جوه هتكون طريه من البيكنج باودر. تمام، دي اول طبقه. هنا البقسماط. تمام، معانا 3 بيضات. مش هنحط لبن، يعني لبن مش هنحط، 3 بيضات بس كده. ده اجمد بفتيك هتجربوه. كل شيخ وليه طريقه، وهي دي طريقتي انا في البفتيك. يعني البفتيك ما فيهوش توابل، هو لحمه. رشه فلفل اسود، نقلب. مش هحط عليه لبن، وعليه رشه ملح بسيط. تمام، معانا الدقيق، البقسماط، البيض. بصوا الخلطه دي يعني جامده جدا. ناخد كده قطعه البانيه، قطعه البفتيك، بصوا شكلها عامل ازاي اهي. ننزل بيها في الدقيق كده اهو. حطيناها في الدقيق، ننزل في البيض كده. بصوا اهم حاجه تعملوا كده. بصوا كده، لازما بصوا انتوا تقلوا ايديكم، تخلوا البقسماط هو كده كده هيلزق في البفتيك علشان البيض. انتوا فاهميني؟ بصوا اهو، بصوا شايفين القطعه عامله ازاي؟ شايفين الشكل عامل ازاي ولا بقى؟ دقيق، بيض، بقسماط كده. اعملي بايدك كده. شايفين القطعه قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه ان الزيت ما يكونش كتير. انزلي كده. القطعه كبيره فمش هتاخد الا 2 في الطاسه كده. قطعه زي بتاعه المطاعم، تمسكي شوكه وسكينه يا ستي الكل وتقعدي تاكلي بقى. كمان الرز الابيض ما قلتلكيش، شويه رز ابيض ولا حطيناها في الثلاجه ولا اي حاجه. عايزه تحطيها بعد ما تحطيها بالبقسماط تتشمع عادي في الثلاجه عادي، بس اهو انا هعملها معاكم دلوقتي وهتلاقوها متماسكه وزي الفل. هقول لكم الطبقه
فيها سامعين؟ مش اللي بتبقى مهريه كده اهو، ولا فكت ولا اي حاجه، والطبقه متماسكه خالص. بسم الله ما شاء الله الحته عامله ازاي. اهو متماسكه. وما تنسوش شايفين اهم حاجه معلقه نشا وربع معلقه صغيره ونص معلقه صغيره من بتاعه الشاي بيكنج باودر على الدقيق اهو. وانا كمان يا رضوى والله اهو تحفه. الخلطه جباره. انتوا براحتكم بقى، هسيبكم براحتكم تعملوا اللي انتوا عايزينه. عارفين بقى لو انا كنت كملت، شايفين اللون المصفر وحلو ازاي؟ شايفين مقرمشه؟ سامعين؟ مش اللي هي تلاقيها طريه منك وتيجي تشيلها تلاقي الكفر وقع منك، لا. هنا كمان شويه سلطه عسليه، كوبايه ميه كده ساقعه، التوابل بتاعتنا بابريكا، مش هحط شطه عشان الفلفل حراق، شويه كمون حلوين، الكزبره بقى اهو، نعصر الليمون، نحط ليمون اهو. بحط انا ليمونه ونص كده مع الخل بتبقى حلوه قوي، وخل يا بنات. هحط بقى شويه سماق، السماق بيخلي السلطه دي حلوه قوي. احط عليها كده شويه خل، لا ننزل كده شايفين عامل ازاي؟ بصوا والخلطه بسم الله ما شاء الله عليها. دي اللي انا كنت واكله منها. شويه رز ابيض مع السلطه الخضراء، بفتيك اهو تحفه. في قرمشه، مش اللي هو طاري ده وبيقع، لا حلو قوي. شايفين شكل الرز على السلطه؟ انا بجوعت. اللي تاني لا شويه رز سلطه كده على الرز. عايزه اقول لكم والله اكله خفيفه قوي.
هنقعد بقى نتغدى. هقعد اتغدى بقى يا بنات، واوريكم بعد الغدا هنعمل كيكه. انا هعملها طبعا ساده لان انا هاكل كيكه. صلى على النبي. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ مولتون كيك يا اخواتي. عايزه قطعه. بصوا شايفين؟ واو اهو. نعمل لي فنجان قهوه، نجيب الشوكه. بجد حلوه قوي، كيكه حلوه قوي. بصوا هشه اهو، خلي طعمها حلو قوي. يعني قهوه مظبوطه زي بتاع الكافيهات كده، ويبقى وشها تقيل. فانا عايزه اقول لكم 24 ساعه رايحه جايه جايه رايحه نايمه بشرب قهوه. بصوا بقى القهوه، بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى بصوا 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 بصوا. شايفين الوش عامل ازاي؟ بصوا واو، على الرايق على الرايق. بعد ما بخلص كوبايه قهوتي. ما عملتلكيش يا حبيبه قهوه؟ اقعد بقى اشرب القهوه واكل الكيكه، واشوفكم فيديو جديد، ومع السلامه.